كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعاني أنت في ركب الأوائل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم باش نحكوا على أوراق شجرة الليمون اللي هي أيضا نستعملوها وتستهلك، لكن برشا عباد ما ينتبهوش لها. هي ريحتها نفاذة، ريحتها طيبة وفاوحة على الآخر، ونستعملوها لتنكيه بعض الأطعمة والحلويات. هي تساعد في طرح السموم من الجسم، وما فيهاش أي خطر، يمكن نشربوها ديما على خاطر هي تدخل في النظام الغذائي، ما هيش أعشاب للعلاج مثل الشاي الأخضر، معدنوس، الرند، وهي تستهلك على شكل شراب. تابعوني لآخر الفيديو تو نعطيكم طريقة استعمالها بالضبط. فوائدها أنها مسكنة للأعصاب وتنحي الستريس، معناها باهية للجهاز العصبي، وأيضا هي تخفض ضغط الدم، معناها تساعد الأشخاص اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم، وتساعد على الهضم اللي يعانوا من عسر الهضم، وتساعد على تخفيض الوزن. أما بالنسبة اللي باش يستعملها لتخفيض الوزن، راهو يلزم ينقص من الماكلة إلى حد الجوع، ويتوقف عن السكر تماما، والخبز الأبيض، ويكثر من الحركة. مش يستعملها مرة مرتين، نهار نهارين 3 أيام، وياكل برشا ويرقد ويقول ما ضعفتش. هكي طريقة غلطة. أوراق شجرة الليمون هي موجودة بكثرة، وسبحان الله لما يكون الشيء موجود بكثرة الناس يحقروه ويتهافتوا كان على الشيء النادر ويشروه بأغلى الأسواق. احنا يلزم نتكلموا على الحاجات الموجودة عندنا ورخيصة، وعندها نفس الفوائد متاع الحاجات الغالية اللي يجيبوا فيها من البلدان الآسيوية. كل الأوراق باهية، مثل أوراق الزيتون، السفرجل، البرتقال، الرمان، برشا آخرين. مثلا في أوراق شجرة الليمون هي قوية ومضادة للأكسدة، ولما نقول مضادة للأكسدة فهي تلقائيا تصلح لمرضى القلب والشرايين وارتفاع الضغط والكوليسترول. يعني ينجموا يعوضوا الشاي الأخضر بشاي ورق الليمون، وإلا يعملوا الشاي الأخضر ويزيدوه ورقتين 3 ورق ليمون ديما هكا، يولي روتين يومي. معناتها كيما تشرب التاي الأخضر تشرب شاي أوراق الليمون. اللي ما عندهش شجرة يمكن يجيب كيس كبير أوراق، يغسلهم ويجففهم في الشمس، وكل مرة يجبد يعمل منها عادي. راهو في عوض ورقة رند نكهو بها الماكلة. تعرفوا حتى أوراق شجرة الليمون باش تولي تنباع راهي عاجلا أم آجلا، كما برشا أوراق أخرين، على خاطر صناعة المكملات الغذائية تقدمت وباش تولي تنباع كمكملات باهظة الثمن، لذا نستغلوها مادامها بلاش وموجودة بين يدينا، خير ما نولو ناكلوها على شكل مكملات. هذه الأشياء الطبيعية هي مهمة جدا في وقتنا الحالي وفي عصرنا تو. في الجسم يتسمم يوميا، فنحتاج إليها يوميا، عكس الإنسان قبل كان أكله طبيعي ويتحرك دائما. ناخذ 4 5 ورقات نغسلوهم بالقديد ونقصوهم باش الأوراق تهبط الفايدة متاعها في الماء، ونصبوا عليهم ماء مغلي، معناتها على 5 6 أوراق كبار متاع القارص نصبوا نصف لتر ماء مغلي، نخلوه يرتاح 10 دقائق، ونصبوا بعد في الكيسان ونشربوا بالشفاء. هذا بنا يكون هذا روتين يومي، معناتها حتى كان مش يومي، حتى مرتين في الجمعة باهي، خاطر هو ينحي السموم من الجسم، وزيد معروف عاد هو فيتامين سي، معروف عاد القارص الحامض الليمون اللي هو غني بالفيتامين سي. نتمنى انكم تكونوا استفدتم من المعلومات هذه، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. كان عجبكم الفيديو تعملوا له جاء
وعملوا طلع على القناة وعملوا اشتراك وفعلوا الجرس. واللي عنده أي استفسار يكتبه لي في الكومنتات، وشكرا.